يا ترى ايه رأيك، تحب ولا تتحب؟ غالبية الناس لما بيجاوبوا على السؤال ده بتلاقي اجاباتهم دايرة في حتة ان انا نفسي اكون محبوب، انا نفسي اجرب اقع في الحب. والسؤال ده في الغالب بيكون خداع جدا، لان يا ترى انت مستعد تحب ولا تتحب؟ يعني انت مستعد انك تدي ولا تاخد، ولا هتقدر تعمل ميكس ما بين الاتنين؟ 90% من الناس بيكون اجاباتهم على السؤال ده دايما انا عايز احبه. معنى الاجابه دي ان انت متوقع من الشخص اللي قدامك انه يفهمك جدا، يعاملك دايما كويس، يتنازل عن حاجات كتير علشانك، والموضوع ده فيه استحقاقيه كبيره قوي من جنب واحد اللي هو نفسك. انما لو انت مستعد ان انت تتحب، فانت جاهز انك تبني وتحط حدود كويسه، تحل المشاكل اللي بينكم بمنطق الاخذ والعطاء، وتعمل شويه مجهود انك تحاول تفهم اللي قدامك فيوصل له احساس بالتقدير منك. بيظهر بعد الكلام ده سؤال كبير، يا ترى بعد ما عرفت ان انت يبقى عليك شويه التزامات في العلاقه، انت جاهز ان انت تحب؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده، يا ترى انت عايز تعيش دور سمكة القرش وتاخد بس، ولا هتمثل دور شمعة تنطفئ في نقل للآخرين وتدي بس؟ ولا انت انسان ان شاء الله تكون سوي وتحاول تدي زي ما بتاخد؟ رأيكم دايما هو اهم حاجة، لانه بيعبر دايما عن نفسكم وعن كل المواضيع اللي احنا بنتكلم عليها. اكتبوا دايما رأيكم في الكومنتات، انا بقراها كلها. انا هيثم المعداوي، وان شاء الله هكون واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.